الحلقة الأولى من مشاريع ووردبريس حقيقية. أهلا بيكم في فيديو جديد. أنا سلوى عبد، ووردبريس ديفلوبر، والنهاردة الحلقة الأولى من السلسلة بتاعتنا، وهنستعرض مع بعض لاندنج بيج ونشوف كل الحاجات المهمة فيها، ويلا بينا. هنيجي أول حاجة هنا في البورتفوليو بتاعي وهنشوف لاند مع بعض. ممكن نختار اللاند دي. اوكي، وده فيديو عن اللاند مش عايزينه. ودي كده اللاند بتاعتنا اهي، اللاند اللي هنستعرضها مع بعض. اول حاجة عندنا في هيرو سيكشن. في اي لاند المفروض يبقى فيه هيرو سيكشن. نمبر 1 في اللاند ما ينفعش يبقى فيها هيدر وفوتر. الهيدر والفوتر بمعناهم ايه؟ ان انا ما ينفعش اشتت العميل ان هو يخرج برا اللاند. فالهيدر هو في صفحات كتير، ممكن يخرج من اللاند يروح اي صفحة تانية، فاحنا بالتالي شايلينه. مش عايزين اي حتة العميل يروح لها او يخرج برا اللاند غير لكول تو اكشن معين. اوكي، والفوتر احنا ممكن نحط فوتر، بس يعني فوتر شكل كده اللي هو ما فيهوش اي لينكات، ما فيهوش اي بيدجات، ما فيهوش اي حاجة تخرج العميل عن الهدف الاساسي. اوكي، فاحنا بنشيل الهيدر والفوتر. ده اول حاجة من اي لاند. تاني حاجة عندنا، اول حاجة في اللاند ان احنا بيكون عندنا هيرو سيكشن. الهيرو سيكشن ده اللي هو اول سيكشن في الصفحة. اوكي، بيكون فيه هيدنج. الهيدنج او الكونتنت ده دي مهمة الناس بتوع الكونتنت، الناس اللي بيكتبوا الكونتنت، وهم اللي بيكونوا عارفين البراند وبيكون عندهم خبرة ومعرفة بالبراند ده، فهم بيكتبوا لي الكونتنت. اوكي، فده الهيدنج اللي في الهيرو سيكشن. اوكي، بتكون حاجة زي فقرة او عنوان او حاجة بتشد الانتباه، بتخلي العميل يتشد الانتباه بتاعه، فبالتالي يكمل اللاند. اوكي، يعني هي بتكون حاجة المفروض تشد نظر العميل. ده اول حاجة. تاني سيكشن بقى عندنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن صورة وهيدنج وتكست وبوتوم. اللي هو ايه؟ اللي هو بتكون حاجة كول تو اكشن فوري، يعني بيوصلوا للكول تو اكشن على طول، او ان هو يوصلوا على خطوة تعرفوا حاجة اكتر عن الكلام ده. اوكي، يعني هو لو ضغط على المزيد هنا هيوصل لأي سيكشن تحت. اوكي، اي سيكشن بقى احنا شايفينه جذاب العميل المفروض يقراه، بنوصله بالزرار ده. اوكي، اللي هو بتاع المزيد. معنى المزيد العميل وصلها، يعني هو قرأ كل ده. اوكي، فهيضغط على المزيد فممكن يوصل مثلا لهنا. لماذا تختار الشركة دي مثلا. اوكي، ده اول حاجة. تاني حاجة هننزل على السيكشن اللي تحته. ومعلومة مهمة جدا في اللاند، احنا بنخلي كل الكول تو اكشن اللي موجودة في اللاند كلها بتوصل لكول تو اكشن واحد، لهدف واحد. هي كلها لهدف واحد بس. يعني لو انا حاطط 10 بوتوم في الصفحة بتاعتي، في اللاندنج بيج بتاعتي، فهي كلها بتوصل لاتصل بنا، كلها بتوصل للفورم، كلها بتوصل لواتساب بتاعنا، كلها بتوصل للكول تو اكشن اللي احنا عايزين العميل ياخده. اوكي، فما ينفعش ان انا احط بوتوم يخرج العميل تماما من اللاند. اوكي، دي حاجة انا هوريها لكم ممكن في الكام حلقة الجايين، ان هوريكم لاند. اوكي، هي لاند بس هو في كول تو اكشن ممكن يخرج العميل من اللاند، فدي مشكلة احنا مش عايزينها. بس طبعا بتكون حسب الاولويات بتاعت العميل، وهو عايز ايه ومحتاج ايه وكده. اوكي، لكن احنا بنعمل لاند، فالمفروض اللاند دي مفيش العميل ما يخرجش منها. المفروض كل المعلومات اللي هو عايزها هي جوه اللاند دي. اوكي، حتى طريقة الاتصال جوه اللاند برضو. اوكي، تاني لاند عندنا عبارة
عن content برضو عندنا background حاطين فيها صورة معينة، وعندنا heading، وعندنا 6 بوكسات، كل بوكس فيهم في heading وتكست، وتحتهم برضو call to action. لو نلاحظ ان احنا هيبقى في تحت كل section call to action لازم، ده غالبا يعني مش كل section قوي، لكن هو كل section فيه اتصل بنا الآن. هو العميل ممكن يقتنع من سيكشن معين يتصل على طول، مش او يملى الفورم على طول، مش منتظر ان هو يكمل باقي اللاند. فهل احنا هنجبره مثلا ان هو يكمل باقي اللاند عشان يوصل لخطوة الكول تو اكشن؟ لا، احنا بنسهل كل حاجة، بنسهل ان احنا نجيب العميل. اوكي، يعني هو عايز يشتري حاجة فاحنا بنسهلها له، هو اوكي عايز ياخد خطوة فاحنا بنسهل له الخطوة دي، مش لازم نصعبها عليه ونحط كول تو اكشن واحد في اللاندنج بيج او 2 كول تو اكشن مثلا في اللاندنج بيج كامله. فبالتالي العميل هيفضل يدور، ممكن ما يفضلش يدور ويخرج، انا خلاص مش ولا هتصل ولا هعمل. اوكي، فناخد بالنا من بعد كل سيكشن نحط كول تو اكشن. اوكي، احصل على استشاره مجانيه الان. هنلاقي ان هو لو ضغط على احصل على استشاره مجانيه الان دي هيوصل للفورم اللي احنا عايزينه اصلا يوصل له. اوكي، طيب العميل مكمل معانا، حاطين هنا سؤال ليه تختار الشركة الفلانية. اوكي، وحاطين الإجابة. طيب العميل اقتنع فبيضغط على أعمالنا، احنا حاطين له هنا نموذج من أعمالنا، أول لما يضغط عليها هيوصل لهنا. اوكي، طيب هو شايف أعمالنا واقتنع، المفروض شايف أعمالنا وكمان المفروض نحط هنا كمان call to action يوصلنا للفورم، بس ما حطيناش ليه؟ عشان احنا اصلا اوريدي خلاص احنا وصلنا للفورم اللي احنا عايزينه. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنحط صور لأعمالنا تاني فوق. اوكي، هنحط الصور بتاعتنا، مش شرط نحطها في مكان واحد زي ده، لا نحطها هنا ونحطها هنا، وهننسقهم بأشكال مختلفة. اوكي، طيب هنحط كونتنت تاني وفي 3 بوكسات تاني، وهنحط كول تو اكشن تاني. العميل قرأ كل ده، اقتنعت خلاص. اوكي، طيب يلا بقى احصل على زيارة مجانية الآن، هيضغط عليها هينزل برضو هنا. اوكي، طيب اللاندنج بيج كمان ما ننساش لو عندنا تستمونيال آراء وياريت تبقى حقيقية. يعني ايه حقيقية؟ يعني سكرين شوت، يعني لو احنا بنبيع برودكت معين سكرين شوت من آراء العملاء الإيجابية. اوكي عندنا، اوكي نحطها. طيب لو احنا عندنا مثلا بنبيع برودكت معين وعندنا ناس مسجلة لنا ريفيوهات، فيديوهات، صور كده، دي برضو لو عندنا اوكي برضو هنرفعها. دي كلها بتدي تراست او ثقة للعميل، بتخليه ان هو يبقى اسرع ان هو يتواصل معاك. اوكي، في ناس جربت المنتج ده وعجبهم ودي الريفيوهات بتاعتهم، اوكي هنتواصل معاهم. في ناس جربت الخدمة دي مثلا بصوا بيقولوا ايه، دي سكرين شوت من كلامهم ان مثلا الشركة دي كويسة جدا او التعامل كان كويس. فدي كلها حاجات بتساعد ان انت تطلع باللاندنج بيج وتنجح معاك. وبس كده، احنا كده خلصنا الحلقة الاولى. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم.